نسبة الانتحار عنا بالبلد عم بتزيد يوم عن يوم، والانتحار بطل حكر على الشباب والصبايا اللي أعمارهم صغيرة، وصل للناس الكبيرة، للناس اللي إجا الوقت صار لازم يقعدوا ويتقاعدوا ويرتاحوا. بس مين بعد ممكن يشوف الراحة من بعد عهد ميشيل عون؟ وين بعد في راحة؟ ما ترك لنا راحة. أنا كتير بلوم اللي بينتحر وكتير بعصب، وبصير أقول إنه ليه إنه هيدا بعتبره أنا أنانية. لما يكون عندي عائلة مسؤولة مني وأنا مسؤولة عليها، أنا سندها الوحيد، أنا داعمها الوحيد، أنا معيلها الوحيد، وروح انتحر، هيدا شو؟ أنانية ولا مش أنانية؟ والشباب يلي عم تنتحر، الشباب اللي بعدهم بعمر الورد، بعدهم أول حياتهم، صحيح عم بتكون صعبة كتير ومتعبة كتير، بس عليكم متعبة وعلينا نحن متعبة وعلى اللي أكبر منا متعبة، على الكبار يلي مفروض هلأ يقعدوا يرتاحوا متعبة. تخيل أنت أنه بعد شقة 30 و40 سنة راح هيك، مصرياتهم راحت بالبنوك، أشغالهم تسكرت، أماكن المستأجرين كرمال يشتغلوا فيها صار أجارها كتير عالي، عم يضطروا يخلوها ويقعدوا بلا شغل، يعني بدهم يرجعوا يبلشوا من الصفر. أخي المريض اللي بينتحر مريض، بس أنت يلي بكامل وعيك قد ما تكون تعبان تروح تنتحر وتترك وراك أولاد صغار؟ قديشك أناني. مش رح أقول جبان أبداً، ما فيها صفة جبن الانتحار، فيها صفة أنانية وحب الذات. أنت خلصت حالك، طلعت حالك من القصة، رحت انتحرت وتركت وراك عيلة لا عاد عندها معين، لا عاد عندها سند، لا عاد عندها داعم، ما عاد عندها حدا تلجأ له. إذا كل إنسان تعبان نفسياً أو متضايق مادياً أو قرفان بيروح بينتحر، كان ما ضل حدا ماشي على إجريه، كنا كلنا انتحرنا. وما تفكروا إنه في حدا منا حابب هالعيشة، نو جامي. بس في مثل بحبه وأنا ماشي عليه، بيقول أكلي وانسميت عليك كولوا بحلق عينيك، وهالحياة انسميت علينا فعيشوها، بحلوة بمرة بزفتة بقرفة بحلاها، عيشوها كيف ما كانت عيشوها، ما تستسلموا.